بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا بلال أحمد، وهبدأ معاكم سلسلة جديدة هي سلسلة كتاب شبيكتهم A1. وبإذن الله تعالى السلسلة دي هنحاول إن أنا أنزل الفيديو يوم ويوم، بحيث إن أنت في خلال فترة قصيرة إن شاء الله تعالى تقدر تخلص ال A1. تمام كده. طيب الحاجات دي انا هنزل لك اللينك بتاعها في اول كومنت. بس تعالى اقول لك ايه الحاجات دي. الحاجات دي اول فولدرين دول خلاص، ده الصوتيات بتاعه الكتاب. وانت الصوتيات هنا سهله جدا، هتقدر ان انت تطلعها من الكتاب بسهوله جدا. طيب بالنسبه للملف ده، الملف ده انت هو عامل زي تدريب كده. انت بعد ما يعني تخلص المحاضره تيجي يعني تبص على التدريب ده، هو بالظبط تدريب زي تدريب كتابه. والملف ده ملوش لازمه قوي يعني. في عندك بعد كده اللي هو الملف المهم او الاساسي بتاعنا، هتلاقيه مكتوب عليه كورس A1 كورس und Arbeitsbuch. خلاص. طيب انت ده هو الملف الاساسي بتاعنا، او هو ده الكتاب اللي احنا اصلا هنشتغل منه بشكل اساسي. بعد كده هنا هتلاقي ده الحلول بتاعه الكتاب بتاعنا، والحلول هتلاقيها منظمه جدا وماشيه بالترتيب. فانت هنا مش هتوه خالص في انك تطلع الحلول بتاعه التدريبات اللي موجوده في الكتاب. طيب بعد كده هو هنا مديلك جلوسار. الجلوسار ده بالعربي وباللغه الالمانيه، يعني هو هنا عامل لك نظام جمل. وطبعا زي ما احنا عارفين ان احنا ما بنحفظش كلمات، احنا بنحفظ جمل. فهو هنا جايب لك تقريبا يعني كل الجمل اللي انت ممكن تحتاجها في المستوى. طيب بعد كده هو برضو مدي لك نفس الجلوسار ده، ولكن باللغه الانجليزيه. يعني هنا الماني انجليزي، التاني كان ايه؟ كان الماني وعربي. تمام كده. طيب تعالى بقى ايه، ما نضيعش وقت، وتعالى نبدا في الكورس بتاعنا. طيب اول حاجه او الكتاب ده 12 محاضره هو بس، ولكن هو ما بيتشرحش على 12 محاضره. خلاص، ما بيتشرحش على 12 محاضره. يعني ال 12 محاضره دول بيتشرحوا على تقريبا 34 محاضره. المفروض يعني ان هم يتشرحوا على 34 او 36 محاضره كمان. يعني المحاضره من دول بتتشرح على 3 مرات او على يعني مرتين كحد يعني اقصى خالص. تمام، يعني ما ينفعش ان احنا نشرحها على اقل من كده. طيب تمام، تعالى كده نبدا مع بعض. اول حاجه مبدئيا كده، انا مش عايزك تحفظ على الفاضي وعلى المليان، او تذاكر على الفاضي وعلى المليان. ذاكر الحاجات اللي تهمك بس. وانا ان شاء الله هنا في الكتاب انا مش هتطرق غير للحاجات المهمه اللي هتفيدك في انك تقدر ان انت تتكلم. خلاص، من غير ما ادخلك بقى في الشغل الاكاديمي. انت دلوقتي داخل عشان تتكلم. تمام كده. طيب اول حاجه عندنا هالو und guten Tag. هالو und guten Tag، يعني ده عنوان الدرس بتاعنا. بقول لك هالو مرحبا und guten Tag نهارك سعيد. طب احنا في الكابيتال ده هناخد ايه؟ هناخد حاجات كلها ليها علاقه بالمحادثات والتعارف. طيب اول حاجه عندنا هنا هالو. هالو معناها مرحبا، وتشوس معناها مع السلامة. خلاص، هالو معناها مرحبا، وتشوس معناها مع السلامة. عندي بعد كده دانكي معناها شكرا، وبيتا معناها عفوا او اتفضل. عندك بعد كده ازاي ان انت يعني تقول اسمك. فانت هتقول ماي نام است، ماي نام است، وتقول اسمك. ماي نام است بلال احمد، ماي نام است علي، ماي نام ايا كان الاسم اللي انت هتقوله. بعد كده هيعرفك ازاي ان انت تتعرف على شخص، او ازاي تسأله تقول له اسم حضرتك ايه، او حضرتك منين. فهتقول في هايسن زي. في هايسن زي معناها اسم حضرتك ايه، وفو هي كومن زي معناها حضرتك منين. طبعا المصطلحات اللي هي اللي فوق دي، اللي فوق دي ما تشغلكش في حاجه ملهاش اي لازمه. وكل اللي انا بقوله دلوقتي ده مش هيفيدك باي حاجه. انا بس بعرفك انت في الوحده دي هتاخد ايه. طيب انت عندك هنا بعد كده ازاي ان انت تقول ده فلان هو جاي من. يعني هنا داسيست ماكس، ممكن نقول ده ماكس هو جاي من. خلاص، ايه كومت اوس. في بس نقطة أنا عايزك تضيفها هنا. هو هنا بقول داسيست ماكس، هو هنا بيتكلم على شخص مذكر. ايه كومت اوس هو جاي من. انت بقى ممكن مثلا ايه، طيب لو عندي دي انثى، لو عندي دي مؤنث، فاحنا هنقول هنا انا عايز اقول لك مثلا دي فلانه هي جايه من. فهنقول برضو das ist مثلا ملك. طب انت عايز تقول ملك جايه من، فهنقول هنا sie kommt
aus. هي جاية من أي كان بقى المكان اللي هي جاية منه. أول حاجة كده طبعا احنا عرفناها إن الضمير إيا ده معناها هو، وزي معناها هي. خلاص، إيا معناها هو، وزي إيا معناها هو، وزي معناها هي. طيب نيجي بعد كده ازاي ان انت تستهج حاجه، ازاي انك تستهج حاجه ا ب سي او الحروف بمعنى يعني ادق شويه. خلاص، هنا ازاي ان انت تتكلم عن هواياتك، يعني انت عايز تقول شبيلك جان فوسبال. تمام، انا افضل او احب لعب كره القدم. واخر حاجه هنا هو بقول لك ان انت في الوحده دي او في الكابيتال ده هتتعلم ازاي ان انت تفهم النصوص، يعني لو واحد قال حاجه ازاي نفهم هو بيقول ايه. طيب تمام، الحاجة التانية بقى تعالى ندخل بقى في المهم هنا. لو تلاحظ هنا أول حاجة هنا هو قالها لك، قال لك هورن أوند ليزنزي. بص، أول خطوة في اللغة، أول خطوة في اللغة إن أنت لازم تسمع وبعد كده تقرا. خلاص، ومن غير الخطوتين دول انت فعليا مش هتقدر تتعلم، لازم تسمع وتقرا. تمام كده. طيب طيب تعالى كده نبدأ بأول حاجة عندنا. طيب هنا عايز يقول لك ايه الحاجات او ايه التعبيرات اليومية اللي احنا بنستخدمها او المصطلحات اللي احنا دايما او بشكل يومي هنستخدم المصطلحات دي. فتعالى كده ايه نقرا مع بعض. اول حاجه هنا جوتن مورجن. جوتن مورجن معناها صباح الخير. جوتن مورجن هنا معناها صباح الخير. خلاص، يبقى اول حاجه هنا جوتن مورجن معناها صباح الخير. بعد كده عندي جوتن تاج. جوتن تاج دي معناها نهارك سعيد. تمام. طيب بعد كده هالو دي معناها مرحبا بصيغه غير رسميه. خلاص، مرحبا معناها هالو معناها مرحبا بصيغه غير رسميه. طيب تعالى نقول اللي بعد كده. عندي جوتن ابند. جوتن ابند معناها مساء الخير. جوتن ابند معناها مساء الخير. وعندي هنا جوتا نخت معناها تصبح على خير. جوتا نخت معناها تصبح على خير. بعد كده عندي هنا او فيدا زين دي معناها مع السلامه، ولكن ايه بصيغه غير رسميه، بصيغه رسميه. خلاص، يبقى او فيدا زين معناها مع السلامه ولكن بصيغه ايه رسميه. تمام كده. طيب بالنسبه للتشوس دي معناها مع السلامه او باي باي، ودي طبعا ايه الصيغه غير الرسميه. بالنسبه هنا لبتا معناها تفضل او تفضلي. هنا بتا معناها تفضل، ودانكي معناها شكرا. خلاص، اخر حاجه هنا جوتن ابيتيت معناها بالهنا والشفا. تمام. طيب كده احنا خدنا الحاجات دي او ترجمنا الحاجات دي. طيب تمام، تعالى بقى نرجع للخطوه اللي هو عايزها منك اصلا، اللي هي ايه؟ اللي هي hören und lesen Sie. تعالى نسمع ونتكلم. طيب ازاي بقى انا بفتح الريكورد؟ لاحظ هنا هو كاتب لك ايه؟ 1 2. طيب تعالى كده نفتح الريكورد. ادي يا شباب اهو 1 2. خلاص كده. طيب تعالوا بقى نسمع. Kapitel 1 Aufgabe 1 Wichtige Wendungen im Alltag. Guten Morgen. Guten Tag. Hallo. Guten Abend. Gute Nacht. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bitte. Danke. Guten Appetit. تعالوا نسمع تاني. Kapitel 1 Aufgabe 1 Wichtige Wendungen im Alltag. Guten Morgen. Guten Tag. Hallo. Guten Abend. Gute Nacht. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Bitte. Danke. Guten Appetit. تمام. انا كده خلصنا ايه؟ خلصنا اول حاجه في الكابيتال. تعالى بقى انا عايز اتكلم معاك شويه على صوتيات اللغه الالمانيه، والصوتيات دي مهمه جدا ولازم تكون عارف ازاي احنا بننطق الحروف بطريقه صحيحه. اول حرف عندي الار، اول حرف عندي الار، والحرف ده انطقه ار ولا انطقه اغ، انطقه زي ما انت عايز، ولكن يفضل ان انت تنطقه غين. خلاص كده، يفضل ان انت تنطقه غين. طيب عندي الار عندي الار اسمها غا. الحرف ده ما اسموش ايه، اسمه فهنا كده الحرف ده او النطق ده اسمه غا. طيب الار ايه اسمها غي. طب الار اي اسمها غي. طيب الار او اسمها غو، والار او اسمها غو. طيب بعد كده عندي لتسيها، حرف اللتسيها. حرف اللتسيها لو جه قبل منه حرف الا والاو او الاو خلاص، وبعد كده لتسيها، فالتركيبه دي كلها على بعض بتتنطق بوخ. تمام كده. طيب عندي اي حرف تاني يجي لك قبل لتسيها احنا بننطقه شين، زي ايش. خلاص. طيب لتسيها اس بننطقها اكس، زي كلمة زكس. حرف الاس في اول الكلام بننطقه زي. خلاص كده. طيب عندي بعد كده الاو بننطقها او زي كلمة اوخ. الكلمة دي فيها مقطعين او فيها صوتين، عندي ده الاو اللي انا لسه قايله اهو، وعندي لتسيها جه قبلها او، فالكلمة دي على بعضها اسمها اوخ. طب عندي بعد كده الاي او اسمها اي زي كلمة دايتش. الكلمة دي فيها صوتين برضو، ادي الاي حرف الدي طبعا ما فيهوش مشكلة، وعندي هنا الاس تسيها دايتش، فالكلمة دي كده اسمها دايتش. طب عندي الاي اي اسمها اي زي كلمة زي. طب عندي هنا الاي اسمها اي، يبقى الاي اسمها الاي اسمها اي زي كلمة ناين. طيب عندي الاي جي اسمها اش زي كلمة ليدش خصوصا لو جت في اخر الكلمة. طيب عندي بالنسبة لحرف الها انا ما بنطقوش في حالة ان قبله حرف متحرك وبعده حرف ساكن. خلاص، غير كده انا بنطقه. تمام كده، زي ايا انا هنا جالي حرف متحرك وبعده حرف ساكن ايا، لكن هنا لما جت هي خلاص ايه اللي حصل؟ نطقته. طيب كلمة الاستي او حرف الحرفين دول الاستي بنطقهم شت زي كلمة اشتغاس. طيب الاس بي بنطقها شب زي كلمة شبغشن. طيب عندي الكو او زي كلمة اجفاليتيت، الحرفين دول بننطقهم اجفا زي كلمة اجفاليتيت. طب اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.